السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السادة متابعينا ومشاهدينا، طبتم وطابت أوقاتكم وعملها بالإيمان، كل عام وانتم طيبين. عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما كده في زيادة مع بعض. شكرا على تفاعلكم على المحتوى اللي بقدمه، يا رب تكونوا بخير. تعالوا معايا بقى نشوف الموضوع كده إيه في العشة بتاعت الحمام. أنا ما فتحتش من امبارح، قلت بقى أسيب لهم المية والأكل والكلام ده وإيه وأبص عليهم تاني يوم ساعة ما كنت معاكم. تعالوا معانا، هجيب بقى الكاميرا منه ونشوف ايه اللي تم. اشتريت تاني اهوت من الشوك، انتوا عارفين واحد بيحبه، هو مفيد جدا للسكر. السكر بتاعه كويس، ما بيتفاعلش مع الجسم زي السكريات اللي هي الصناعية، وهي السكر ده الجسم بيمتصه بسرعة، وزي ما قلنا ايه ما تكتروش منه. يعني بجيب مثلا ايه زي الفاكهة، يعني بديل الفاكهة كده، بدل ما انزل كل شوية اجيب فاكهة من السوق والكلام ده، بجيب التاني الشوكة. وعندي الأولاد بيحبوه يعني، فأنا جبت اهوت كيسين وحطهم في التلاجة بقى. نجيب الطبق، بسم الله الرحمن الرحيم، نفكهم بقى ونحطهم في الطبق. ادي التين اهوت، هاكل منه على قد كده، مثلا نحط 2 3 مثلا في طبق. على فكرة لسه ما فطرتش، بس باكله قبل الفطار. خدت 3 اهمت، نحط بقى ايه في التلاجة، نكمل بقية اليوم مع بعض بقى. تعالوا معانا. بنحضر الفطار اهوت، وطبعا فتحت علبة الجبنة اهيت ونزلت اللي فيها، ففي بقايا في قلب الجبنة، هتطلعها ازاي دي؟ عندي وصفة للناس اللي ايه بتسيب بقى حاجات في الجبنة كده على خسارة. نجيب علبة الجبنة، بس تعالوا معايا كده. علبة الجبنة اهيت، بنفتح بقى ايه ظهر العلبة من تحت كده، عشان البقايا مثلا دي بنروح شادين دي كده اهيت، وشادين دي كده ومتكين عليها كده، ولو في جبنة في الجنب ده اهو كده تتك انت عليها كده عشان تبعد عن الايه المكان نفسه. وتروح قاصص العلبة كده الأول من هنا اهيت اهي كده، عشان انت مش هتدخل المقص جوه في علبة الجبنة وهي فيها جبنة، وانت عايز تطلع البقايا نظيفة عشان لو المقص فيه ميكروب ولا حاجة. وتروح قاصص الجنب التاني اللي هو ده كده، اللي هو أرضية العلبة من تحت اللي ما كانتش مفتوحة، اللي انت كنت لسه ايه ما فتحتهاش اهي كده. الجزئين، الجزء اللي في الجنب ده اللي بالطول، والجزء اللي تحت العلبة نفسها اللي هي ايه قاعدة العلبة نفسها اللي قبل ما تتفتح. طبعا هنرميها في الباسكت عشان المكان يبقى نضيف، وتروح فاتح العلبة اهيت تمام بقت كده اهي. وتروح شايل بقى بايه بأي معلقة عندك وأي حاجة كده مثلا، وتروح شايل البقايا ديت مثلا حاططها فين مكان ما هتاكل، يبقى هي تبقى بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين كده. كده يبقى ايه العلبة مفتوحة، بتنزل فيها الحاجة اللي فاضلة عشان ما ترميهاش. لو هترميها بتروح منزل البقايا ديت مثلا في أكل الطيور عشان ما تبقاش رميت حاجة تانية ايه في الايه المؤاخذة في الزبالة. وتعالوا نشوف بقية اليوم هيمشي ازاي. تعالوا معانا. ادي الشكل اهو كده، العلبة فتحت كلها اهي، وهوريكم بعد ما نضفتها. بعد ما نضفتها اهي طبعا بتروح ايه رميها في الايه في الزبالة بعد ما تخلص. يبقى كده ما عملتش حاجة أكل ولا شرب في الزبالة، استخدمت كل حاجة مثلا عندك. ونشوفكم بقى ايه بقية اليوم. تعالوا معانا. انا جبت لهم الاكل اهوت، جبت العليقة اهيت وتحتها الدشيشة، هحطها لهم بقى ان شاء الله كده وايه مع بعض كده. شوف المية وشوف الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده بسم الله الرحمن الرحيم. نقفل بس الايه بلاش عشان مفيش حاجة تطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من خير الموت. وزي ما قلت لكم امبارح مفيش غير ايه المية اللي كانت عايزة تتغير وهم عندهم أكل، فدلوقتي ايه المكان اهو بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المية اهوت عايزة تتغير اهوت من امبارح. ادي الاكل خلص الحمد لله، ونقوا الاكل اللي على الارض. يعني ايه كان في اكل مرمي على الارض هم نقوه، فانا بسيب لهم الايه يجوعوا كده بحيث ينقوا الارض الاكل اللي هم اللي رامينه على الارض. دي احسن حاجه يعني اللي ايه اللي انا بعملها للطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله علينا اهوت. تمام. تعالوا بقى كده نحط لهم الاكل ونحط لهم الشرب. طمن عليهم. تعالوا معايا. الاكل اهو حطيته وقلبته الشيشه والعليه على بعض. نغير بقى الميه. توكلنا على الله. حم 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 حم. بفضل الله علينا اهوت. حد بيتبسط لما ايه يشوف الحاجة كده تاكل وبتشرب بصحة كده كده. الحمد لله رب العالمين. والحمام من الطيور النظيفة جدا زي الأرانب كده. تعالوا بقى انا بقى ايه نكمل بقية اليوم مع بعض كده، نشوف اللي هيتم ان شاء الله خير كده. ودرجة الحرارة الحمد لله انخفضت 3 درجات، فبقت كده الجو كويس يعني ايه الحمد لله رب العالمين. تعالوا معانا. ذاك الحمام البني ده مش عايز بقية الحمام يروح لوالفته. سبحان الله. طبعا انا لميت اللهم صل على النبي لما طلعت للطيور المغربيه، وطبعا كان في مواعين في الحوض هنغسلها بقى ان شاء الله كده عشان يبقى ايه
وفي هدوم طبعا هنقعها في الميه، ويبقى كده ان شاء الله ايه نكمل يوم مع بعض. ربنا يصلحها. بس هربط البتاع دي بتاعت المطبخ دي تمام كده عشان اغسل. نحط بقى شويه دريل. نظبط المطبخ بقى احنا استخدمناه. زي ما قلنا بنغسل الحاجات الازاز الاول، نحط الرجل على قد اللي احنا هنستخدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي السلكه اللي كنا جايبينها في الاول اهي، دي الحته اللي احنا هنستخدمها بس عشان ما نهضرش فيها. نحط البريل اللي احنا هنغسل بيها السلكه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا نغسل بقى ايه الازاز الاول عشان خاطر يوسع المكان، مفيش حاجه تقع عليه تكسره. رميت الكوبايات اللي استخدمتها تحت بتاع الضيوف. طبعا كنت انا سايب الحلل ديت والحاجات ديت تبوش في الميه. طبعا لو في رابش طالع من الغسيل ما يترميش في الحوض عشان ما يسدش الحوض، ويسد الصرف بتاعكم بتاع البيت، واللي ينزل في الصرف بتاع العموم يسده. يعني ايه؟ حاول تساعد نفسك وتساعد الاخرين، مش ليك بس، مش منفعه خاصه بس، لا المنفعه العامه كمان اهم من المنفعه الخاصه. طبعا الحاجات اللي هي ايه في الاخر الكوبايات قبل ما ايه كمان يعني تحطها فلفل بقى اي حاجه بتسيب الحوض، نسلك الحوض اول باول عشان مفيش تحصل تراكمات في الحوض. نبدا بقى ايه نغسل الازاز. ونشوفكم بقى ان شاء الله كده بعد ما ايه هنخلص الازاز كله، ونظبط المطبخ كده ونروقه ان شاء الله. يعني انا بشكر الناس اللي تتفاعل القناه وبتخش تشتري الجديد، واللي بيحط لايك واللي بيعمل شير للفيديو، وبشكر الناس اللي بتعلق. تفاعلكم كده والله صراحه بيسعد الواحد، بحس ان انا مثلا ايه مش لوحدي. الاولاد مش موجودين والمدام مش موجوده، ايه كده بيزوروا جدهم وتبص عليهم كده، وان شاء الله يجوا ينوروا بيتهم.
وهم يقوموا بالدور ده بقى. انا بحاول ايه اساعد نفسي لحد هم ما يجوا. كده انا غسلت الايه الكوبايات اللي كلها هشطفها هنا. ورص الميه بقى بس عليها اهو. لما اشطفه احطه على طول ايه. هي غسيل مش واو يعني، بس ايه هحاول اسيب المكان مثلا نظيف برضه يعني بعض الشيء عشان ما تركبش حاجه مثلا على الجماعه اللي موجودين معاك في البيت او اللي انت صاحبهم قاعد معاهم، يعني كل واحد يعمل حاجه يعني. ونشوفكم بعد ما نخلص بقى المطبخ كله واوريكم المطبخ ايه اللي تم فيه. تعالوا معانا. دي اخر حاجه في المواعين اهيت، دي اللي هتتغسل دلوقتي. شايفين الشكل بتاعها اهوت، دي اخر حاجه في المواعين. ان شاء الله كده غسلت المواعين اهوت. نبدا بقى ندعك ديت. انا سبتها تبوش فيها. ده الشكل النهائي بتاعها اهوت، على قد بقى معرفتي في الغسيل. تمام. وبكده ايه يعني خلصنا المطبخ. هروق بس المكان واجيب لكم الشكل العام بتاعه. تعالوا معانا. اللهم صل على النبي. معلش انا اسف. خلصت الغسيل بتاع المواعين اهوت، الحوض اهوت. تمام. كفيت المواعين اللي غسلتها حطيتها في مكانها. وادي البوتاجاز غسلته اهو.
تمام. نخلطه ونظبط الرخام اهيت. مفيش غير العيش بس بسيبه عشان لو حد هياكل معايا ولا حاجة. ان شاء الله كده ايه يكون يومنا خلص النهارده. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وبهذا هذه الآية ان شاء الله كده نختم يومنا. وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتشيروا الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله كده. تحياتي لكم. السلام عليكم.